هنبدأ نجرب كده من اول دوت لحد ده. تعالوا كده بينا نجرب. ده السلاح اللي جاي معاه. هنجرب كده السدايب كبيره شويه، بصوا الصوم كده. تعالوا نجرب بقى اخر حاجه الدورانات. يبقى احنا كده لاننا كل اللي جايبه بتاع دورانات اساسا. ده طبعا شكل الحته اللي اتقطعت اهي. بس تعالوا نعمل دوران اقوى شويه ونجرب. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا منشار اركت من شركه كراون. هنفتح العلبه، هوريكم محتويات العلبه، هوريكم الريش والاسلحه اللي تركب عليه بانواعها، وفي نفس الوقت هنجربه وهنوريكم القطعات ازاي وكل حاجه ان شاء الله، بحيث ان انت لو نازل تشتريه يبقى عندك معلومه كامله عن الموضوع. تنزل تشتريه ما تسالش اي حد. هتشوف الحلقه دي باذن الله تبقى عارف كل حاجه عن المنتج. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تنزل تعمل اشتراك كده تحت وتكتب لنا تعليق، مثلا اكتب سبحان الله لا اله الا الله، انت تاخد ثواب واحنا ناخد ثواب. فلو انت اول مره تشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه. بنتكلم في مواضيع كتيره جدا، ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما بننوه دايما طبعا على موضوع الموديل بتاعه. تخلي بالك من الحكايه ديت، لان انت ممكن لو اخترت موديل مختلف او رقم مختلف في الموديل ده ممكن تجيب حاجه تانية خالص. بحب اوريكم برضو كل العلبه من كل الاتجاهات، بحيث يبقى عندك فكره كامله عن الشكل بتاع العلبه وانت نازل تجيبه. طبعا العده دي مميزه بان هي الجير بوكس بتاعها معدن، وده شيء مميز جدا، ما بتسخنش بسهوله وبتستحمل العمل الشاق. فيلا بينا نفتح كده العلبه ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. طبعا اول ما بتفتح بتلاقي مجموعه الكتالوجات بتاعت المنتج نفسه مع الضمان، مع شوية أوراق كده هوت. وطبعا بعد كده بتلاقي المعدة نفسها. ده المنشار أركت اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. السلك بتاعه في حدود 2 متر 2 متر ونص تقريبا. ما شاء الله العدة مش خفيفة، العدة تقيلة، وزي ما احنا شايفين دي المواصفات بتاعتها تقريبا حوالي 3 كيلو. الطاقة بتاعته 710 واط، بيشتغل من 700 لفة لحد 3000 لفة لأن هو 6 سرعات. تعالوا بينا نشوف ايه اللي في العلبة تاني. وزي ما احنا شايفين العلبة جاي معاها مسطرة. دي المسطرة بحيث ان انت تقدر تقص قصات يعني منتظمة، ما فيهاش اي ريجة او اي حاجة. ومعاها طبعا زي منشار كده تجربة او سن للتجربة. وزي ما احنا شايفين الزرار اللي في الجنب دوت بيخليك ان انت بيزق البكرة اللي ورا المنشار. فطبعا بيديها قوة في ان هي تقص الخشب او تقص المادة اللي هي شغالة عليها، او تنشر بطريقة اقوى. وده طبعا زرار التشغيل نفسه زي ما احنا شايفين بتدوس، وده زرار للتثبيت بتدوس عليه بيبدأ ان هو يثبت السرعة. ده طبعا زرار السرعات، وزي ما قلنا هو سرعات من 1 لحد 6 زي ما انتم شايفين كده. فما شاء الله يعني المعدة تقيلة وحلوة وكويسة. وده طبعا ان هو المكان اللي بتركب منه السن بتاع المنشار. وزي ما احنا شايفين طبعا تقدر تحرك ده السن طبعا تركيب سهل، وده شيء كويس جدا. تعالوا بينا نجرب كده موضوع المسطرة دوت. زي ما احنا شايفين بتركب المسطرة وتبدأ ان انت تمشي على القص فيطلع تمام. يعني زي ما احنا شايفين دي برضو مجموعة من المسامير بحيث ان انت تثبت المسطرة وتقدر ان انت تاخد مقاسك تمام. دي تجهيزة كده جاية معاه بحيث ان انت لو عايز تقص دواير بتركبها في الطرف كده، وتبدأ ان انت تمشي تقص دواير على النوع الاخشاب او النوع اللي انت عايزه. ده السن بتاعه. تعالوا نجرب كده التجربة بتاعته. زي ما قلنا انت بترفع الجزئية دي كده وتبدأ ان انت تركب السن بتاع المنشار. وطبعا ممكن بعد كده يعني هو مدينك حاجة تجرب عليها. وطبعا زي ما احنا شايفين بيمسك جامد جدا لما تبدأ تشتغل. المهم بعد يومين 3 بعد ما اشتريت المنشار الاركت نزلت اجيب له شوية اسلحة يعني وحاجات او سنون وكده. هو المهم لقيت ده في السوق بعد ما لفيت. بصراحة لفيت لفة كتيرة جدا، ما لقيتش اسلحة كتيرة ليه يعني، لكن دول اكتر حاجة لقيتهم. مش كل الانواع موجودة لكن دي اغلب الحاجات الموجودة. وطبعا لقيت انواع برضو ايه الى حد ما رخيصة، لكن قلت برضو اجيب عشان نشوف كل الانواع معانا. ده اول نوع الازرق ده تقليد بوش صيني زي ما احنا شايفين كده. ده للمعدن، والمعدن بيبقى ازرق دايما. وده بيبقى زي ما احنا شايفين السنون قريبة شوية من بعض. الطقم ده عامل حوالي من 35 ل 40 جنيه. ده طقم احترافي شوية. وطبعا زي ما احنا شايفين هو اسمه زرافة 10 سنتي، غير دول اقل شوية. طبعا بصوا فرق الحجم باين ما بينهم اهو. بصوا الحجم قد ايه. ده بوش اصلي اكسبرت زي ما احنا شايفين، حتى مكتوب عليه اهو، وحتى مطبوعة كلمة. ده طبعا الخشب مكتوب عليه ان هو تو سايد كلين. ده طبعا للحاجات الكلين قوي في الخشب انه يقطع قطعة تمام. زي ما احنا شايفين حتى كاتبين العلامة اهو.
بيقطع قطعة تمام يعني. حتى كلمة بوش مطبوع عليه، والطقم ده غالي شوية، ده ب 200 جنيه. يعني الطقم ده في حدود 200 جنيه زي ما احنا شايفين اهو. طقم ما شاء الله حلو قوي برضو. ده طقم ب 50 جنيه الخشب برضو، بس للدورانات. هتلاقيها حتى مرسوم عليه الدورانات اهي. زي ما احنا شايفين رفيع والسنون بعيدة عن بعض، ده الخشب. ده طقم تاني الخشب برضو للدورانات، ما لقيتش حاجة عريضة شوية للخشب، لقيت كله الطقم الصغير ده. وبرضو هنلاقي السنون بعيدة عن بعض. ده برضو بيقولوا تقليد بوش او ده بوش مش عارف، بس ده الوحيد اللي يعتبر اصلي فيهم، ودول كلهم يعتبروا يعني هاي كوبي او حاجه زي كده. هنجرب برضو. المهم برضو لقيت الطقم كده بحوالي 20 جنيه 25 جنيه. ده زي ما احنا شايفين طقم خشب، بس طبعا زي ما احنا شايفين متدمر اهو. ده لقيته على فرشه في الارض. فالمهم قلت برضو اجيب كل انواع، بحيث ان احنا يبقى عندنا معلومه عن كل حاجه، وان شاء الله هنجرب ونبين كل الحاجات دي يعني. طيب يلا هنجرب بقى ده كله ان شاء الله واحده واحده كده مع نفسينا. هنبدا نجرب كده من اول دوت لحد ده، بس مش هجرب الحديد لان الحديد بصراحه مش عندي. فتعالوا بينا نجرب كده واحده واحده الحاجات اللي معانا. طيب زي ما انتم شايفين كده، اول قصه هنجرب فيها اللي جاي معاه ده، السلاح اللي جاي معاه. ماشي هنجربه. وانت خلي بالك وانت بتركب، عشان في حاجه مهمه جدا ان كان هيقع مني دلوقتي السن وانا شغال برضو ما خدتش بالي. فاهم حاجه وانت بتركب، ركبه الاخر كده وتاكد ان هو في سوسته. اتاكد ان انت خلاص تمام وركبته، واقفل عليه وشد كده، اتاكد من الدنيا. وبعد كده هو توصل الكهرباء. اوعى تركب او وانت الكهرباء واصله، يستحسن طبعا ان انت ايه. فهنجرب اول قصه باللي جاي معاه نفسه، هنشوف كده. تعالوا كده بينا نجرب. ده السلاح اللي جاي معاه اهو. تعالوا نشوف القطعه بتاعته. مش وحشه والله، معقوله. تعالوا نجرب سلاح تاني اللي هو اللي جاي مع اهو الطقم دوت. ده سلاح تاني. هفصل برضو الكهرباء، ده شيء مهم جدا ان انت تفصل الكهرباء كل مره اهي. هبدا ان انا اجيبه كده واشيل السلاح القديم واركب السلاح الجديد بالراحه برضو بتركيز كده، عشان السلاح ما يقعش منك. ولازم تفصل الكهرباء، خلي بالك حكايه فصل الكهرباء دي مهمه جدا اهو. اتاكدت تمام، راكب معايا 100 100 اهو. ده سلاح البوش الصيني. هرجع برضو اركب الكهرباء تاني، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب اهو. نجرب القطعيه بتاعته. بصوا خلوا بالكم ده الشكل اللي كان بره. تعالوا بقى نجرب كده اهو. دي قطعيه البوش اهو من ناحيتين اهو. هي بس في من تحت زي ما انتم شايفين شويه خربشه كده، بس مش اشكال يعني، كويسه برضو لو ركزت فيها واحده واحده هيقطع معاك. ادي من ناحيتين اهو. نجرب بقى الزرافه الطويل دوت اهو. ده البوش الاصلي اللي بيقول لك كلين كات من ناحيتين. ماشي. وده الفرق ما بينهم. بص يعني الفرق ما بينهم في الطول. ده الفرق ما بينهم في الطول. ده بيقول 10 سم وده 8 سم تقريبا. برضو هنعمل نفس الحكايه. هنشيل الكهرباء ونبدا ان احنا نيجي كده نفتح ده كده، هيقع السلاح لوحده. وبعد كده نركب السلاح التاني ونتاكد من السوسته اللي تحت. اهم حاجه تتاكد من السوسته اللي تحت اهي. اهي اتاكدت ان هو داخل تمام السوسته، ابدا اقفل وتمام. نرجع نوصل الكهرباء تاني، لكن ما اشتغلش واوصل السلاح والكهرباء شغاله. ده مهم جدا. تعالوا كده نجرب بقى بدوت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده اهي. استنى عايز بس اشوف الايه الحته القطعه بتاعته. بصوا بقى، بصوا الجمال ما شاء الله من الناحيتين ما شاء الله اهو. بصوا من تحت ومن فوق. الا يعني حاجات لو انت بقى نمكي قوي في حاجات بسيطه قوي يعني. ماشي. هنشيله برضو. طبعا الشنيور زي المنشار زي ما انتم شايفين، تقدر ان انت تغير البتاع وبعدين ترجعه كده. خلاص الدنيا ثبتت معاك. هنشيل برضو الكهرباء تاني ونرجع نرفع السلاح اهو. نشيل الكهرباء ونرجع نركب السلاح التاني اهو. السلاح اللي هو بتاع الاي بي تي. ده سلاح الاي بي تي اهو. هنحاول نجربه ونشوف برضو القصه بتاعته. لكن لحد دلوقتي الزرافه بتاع البوش ده احلى قصه لحد دلوقتي.
ماشي. بعد كده هنيجي هنا تاني اهو، ونبدا ان احنا نركب سلاح الاي بي تي، وبرده نفس الحكايه، اتاكد ان السوسته تمام. في الاخر في سوسته، اتاكد ان هو ركب الاخر اهو، اتاكد 100 مره مش اشكال. بص اهو، واقفل عليه، الدنيا تمام معاك. نوصل الكهرباء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نجرب بقى القطعيه بتاعته اهي. دي طبعا الحته اللي كانت بره برده حلو ومش وحش اهي، من الجناب ما فيهاش شرشره، ما فيهاش اي حاجه. طب تعالوا نجرب الحاجات اللي هي السدايب، الحاجات الكبيره شويه مع دوت. هنجرب كده السدايب كبيره شويه، يعني حاجه زي التخن ده. بصوا السمك كده، تعالوا كده نجرب هو قدها يقدر يقطعها. هنجرب دي حوالي 4 سم او 5 سم تقريبا، 5 سم مش عارف. هنجربها كده، تعالوا نحطها هنا. دي كان سمكها زي ما انتم شايفين اهو، لكن دي ما شاء الله اعنف شويه. نبعد بس عن العقد، اهم حاجه نبعد عن العقد اللي هي هنا ودي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا برضو نشوف ايه، كلين كات ما شاء الله تمام، حلوه جدا. بصوا ناعمه اهي، مفيهاش اي حاجه، وده من الجناب اهي ومن كل النواحي تمام. يبقى احنا كده جربنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها. هنجرب كده الاول، هنعمله على اول سنه ونشوف شكل القطعيه هيبقى عامل ازاي. مش هقطعها الاخر بس عشان نبقى متاكدين من الحته اللي احنا عايزينها. تعالوا كده نجرب دي. انا كده عملته على واحد اهي، كده على واحد. برضو حلوه مش وحشه، مش عارف بقى ده عشان كده السن ولا عشان هو الطريقه دي بتاعته في القطع. بس انا كده نجرب بقى الدرجه الثانيه. كده الدرجه الثانيه هيزق البتاع اكتر، هيزق السن اكتر. دي الحته المايله اللي احنا قطعناها، بصوا دي من تحت ودي كده من فوق. حلوه برضو مش وحشه، يعني مش نعمله على 3 عشان يبقى عندنا كل الاختبارات اختبرناه. هو بس لاحظت ان صوته عالي شويه، يعني صوته فيه زنه كده. دي بقى التالتة اللي احنا قطعناها، بصوا برضو مش وحشه، حلوه برضو تعتبر معقوله. تعالوا نجرب بقى اخر حاجه الدورانات. يبقى احنا كده، لان انا كل اللي جايبه بتاع دورانات اساسا، فتعالوا نجرب موضوع الدورانات دوت. يمكن الدنيا ايه تبقى معانا حلوه. تجربوا بالاي بي تي ولا نجربه تعالوا نجربه بتاع البوش دوت، اللي هو ده بتاع البوش. بصوا رفيع ازاي. هنجربه بتاع البوش بقى. هشيل برضو الكهرباء اهي، ثانيه واحده، لازم تشيل الكهرباء خلي بالك. اشيل الكهرباء وابدا اشيل السن بتاعي، بعد كده اركب السن التاني. ماشي، اتاكد برضو ان الدنيا تمام معايا وان انا كل حاجه. ودخل السوسته اهي، بصوا في سوسته في الاخر اهي، اتاكد على السوسته قفل خلاص، يبقى انا تمام. احط الكهرباء تاني بتاعتي اهي. نحاول نعمل بقى دوران بيه ولا حاجه، نعمل دوران كده ونجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا بص كنت عامل غلطه بقى ان انا سايبه على جي. هنعمله كده اهو، رجعته على الزيرو. نعمل الدوران تاني، نعمل الناحيه التانيه كده اهي. نحاول نعمل دورانه كده. زي ما انتم شايفين اهي، دورانه حلوه كويسه اهي من ناحيتين. طب ما شاء الله جايبها بصراحه قطعها، انا ما كنتش متخيل تقطع القطعه الجميله دي. قطعه ما شاء الله كويسه جدا جدا جدا. نعمل دوران اقوى شويه. تعالوا نجرب نعمل دوران اقوى شويه. ده طبعا شكل الحته اللي اتقطعت اهي.
بس تعالوا نعمل دوران اقوى شويه ونجرب. ده كده دوران اقوى شويه. برضه انا مش محترف في الموضوع، بس انا ايه بجرب معاكم يعني. بصوا، وفي عقده كمان، يعني المفروض كده دي اقوى شويه برضه. بصوا ما شاء الله، لا تمام بصراحه، بسم الله ما شاء الله. ودي طبعا حاجه من الحاجات المميزه. تعالوا بينا كده نسمع صوت المنشار ده كده السرعه الاولى اهو. انا عايز بس اوريكم، اصل في ناس جابت المنشار دوت وهي بتجربه، فالسرعه الاولى ما اشتغلتش معاهم. زي ما انتم شايفين السرعه الاولى شغاله وتمام ما شاء الله. دي السرعه الثانيه ما شاء الله برضو شغاله تمام، مفيش اي مشاكل. كان ناس عرضت المنشار ده قبل كده وما اشتغلش معاها لا في الاولى ولا في الثانيه، فغالبا عندهم مشكله في الكهرباء يعني ولا حاجه. دي السرعه الثالثه اهو. انا عايز برضو اسمعكم صوته بحيث تبقى عندكم معلومه كامله عن الموضوع نفسه. زي ما احنا شايفين دي السرعه الخامسه، ما جبتش الرابعه لسه. وبرضو خلي بالكم وهو شغال بيطلع هواء من قدام بحيث ان هو ينطر او يطير النشر او برادة الخشب اللي بتطلع والحاجات دي كلها زي ما احنا شايفين. بصوا كده. في نهاية الحلقة يا رب نكون قدمنا حلقة مفيدة وحد استفاد منها. حبيت ان انا استعرض لكم المنشار بحيث ان انت لو نازل تشتريه ولا حاجة يبقى عندك معلومة كاملة عنه، ما تبقاش نازل تشتري حاجة مش عارف عنها اي معلومات. فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.